عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلي إلا عافيته، ولا ضالا إلا هاديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. أشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني إن أنا أواصل حتى في ظروفي دي. شكرا لكم وجزاكم الله عني خيرا. ردت عليه سمر: وهتيجي منين الراحة بس يا حازم؟ يلا بينا. حازم: حاضر. طب أدخل أعملك فطار يسندك طول اليوم؟ سمر: ماليش نفس. قوم بالله عليك يا حازم. حازم: حاضر، هطلع بس أخد شاور بسرعة كده وأغير هدومي وأنزل. سمر: خلاص ماشي. شوية ونزل لها حازم وراحوا على المستشفى. طلعت تجري سمر على الغرفة اللي كان فيها جوزها، لكنها ما لقيتوش. سألت الممرضة: هو جوزي فين؟ الممرضة: البقاء لله، احنا نقلناه للتلاجة. سمر: كنت عاوزة أشوفه وأودعه لو سمحتي. الممرضة: حاضر يا فندم، اتفضلي معايا. فعلا راحت معاها، وحازم راح معاها، لكنه ما دخلش معاها. دخلت الممرضة وسمر التلاجة وأخرجته. كشفت سمر وشه وفضلت تبكي وتبوس في راسه وتقول له: هتوحشني، سبتني ليه؟ هعيش ازاي من غيرك؟ انا معرفش حاجة في الدنيا دي الا بيك. وفضلت تبكي. اخدتها الممرضة وخرجتها علشان حازم يسندها ويواسيها ويهديها. قعدها في الاستراحة سأل ازاي ننهي الإجراءات، وقام وأنهى الإجراءات كلها، وقاموا بإجراءات الدفن. وفضلت سمر واقفة عند قبره تبكي ومش راضية تمشي. فضل حازم يحاول إنه ياخدها ويروحه، لكنها انهارت من البكاء لأنها مش هتشوفه تاني. ضمها حازم لصدره بأحد ذراعيه محاولا إنه يهديها، وأخدها وراحوا على البيت. أول ما دخل بيها الشقة وقعت من طولها على الأرض. شالها حازم وحطها على السرير، وجاب طبيب يشوف فيها إيه. الطبيب عطاها حقنة مهدئة وكتب لها بعض الأدوية المهدئة. وفضل حازم قاعد جنبها وما طلعش شقته، وفضل يحضر لها بعض الطعام ويديها الدواء وسابها تستريح. وفضل قاعد في الصالة، وكان بيروح للمتجر يتابع الأمور اللي هناك ويدي تعليمات للعاملين بالمتجر، ثم يرجع سريعا ليها ليطمن عليها ويديها دواها. فضل حازم على هذا الوضع حتى تحسنت سمر. وأول كلمة قالتها سمر: أنا متشكرة أوي يا حازم على وقفتك جنبي، أنا تعبتك معايا الفترة اللي فاتت. حازم: وإيه لازمته بقى الكلام ده يا سمر؟ ربنا ياخد بإيدك وتقومي بالسلامة. وبعد ما سمر اتحسنت طلب منها حازم إنها تقبل عزومته وإنه يخرجها عشان تغير جو شوية بعد الفترة اللي مرت بيها ورقدتها في غرفتها الفترة اللي فاتت. وافتكرت جوزها وفضلت تبكي. حازم: خلاص بقى يا سمر، يا ريت كان البكا يرجع اللي مات، انت لازم تخرجي من اللي انت فيه ده. سمر: معلش يا حازم، سيبني دلوقتي، انا لسه تعبانة. حازم: قومي يلا يا سمر، بلاش دلع وكسل. وحاول يشدها من ايديها. سمر: خلاص خلاص هقوم يا حازم. حازم: انا هطلع اغير هدومي وانزل الاقيكي جاهزة خلاص. سمر: ماشي يا حازم. فعلا طلع لبس هدومه ونزل، لقاها لسه بتجهز نفسها. استناها شوية وخرجت له. حازم: ها تحبي تروحي فين بقى؟ سمر: أي مكان، أهو نغير جو والسلام. حازم: طب يلا بينا بقى. أخدها وراحوا لحديقة على البحر، وقعدوا في الكافيتيريا اللي على البحر وقعدوا يتكلموا. ومن ضمن الكلام سمر
أنا مش عارفة رؤى إزاي متحملة وراضية ببعدك عنها وعن ولادها إزاي. ده أنا جوزي كان كل حاجة في حياتي، وعدم وجوده في حياتي هيقتلني ومش مخليني حاسة بطعم الدنيا. حازم، ربنا يعوضك بإنسان يعوضك ويهنيكي. سمر، نصيبي وأخدته خلاص، وهو بصراحة ما يتعوضش. حازم، أما بخصوص رؤى وإزاي متحملة بعدي عشان رؤى كل اللي يهمها مصلحتها وبس، وأهم حاجة إني أبعت ليها الفلوس وتعيش عيشة مرتاحة، وده اللي بيحصل دلوقتي. إنما أنا وجودي معاها مش في حساباتها خالص. دي ولدت وجابت بنت برضه، وحتى ما لقيتش ولا كلمة كان نفسي تكون جنبي ولا أصلا فارق معاها. وفضلوا يتكلموا وبعدين مشيوا، وتكررت العزومات بينهم مرارا وتكرارا، وتقربوا من بعض مع مرور الوقت من غير ما يحسوا. في أحد المرات كان حازم بيستناها لغاية ما تلبس لخروجهم مع بعض. قررت إنها تدخل تاخد شاور قبل ما تغير هدومها، وحازم بيستناها في الصالة. سمر دخلت الحمام، وبعد ما خلعت هدومها فتحت السخان، وبمجرد دخولها البانيو لقت السخان بيولع من جوه. فضلت تصرخ وكانت مفزوعة. خدت الفوطة ولفت نفسها وخرجت من الحمام وهي بتصرخ. في الوقت ده حازم كان سمع صراخها وراح يجري على الحمام. اصطدموا ببعض، ووقعت الفوطة واتعرت قدامه. حاولت إنها تاخد الفوطة وتداري نفسها، ورجعت تصرخ في حازم. السخان مولع جوه. دخل حازم بسرعة وقفل الغاز وطفى السخان، ورجع ليها وهي واقفة في مكانها مرعوبة. اتقرب منها، حاول يحط ايده عليها ليطمنها ويهديها. اترمت في حضنه وحضنها ورفع وشها ليه وبص في عينيها كأنه بيقول لها أنا مش قادر أتملك نفسي، وكأنه بينتظر ردها بعينيها. حطت وشها في الأرض وقالت له لازم نفكر نفسنا إنك جوز أختي. حازم، هي فين أختك دي؟ كل اللي يهمها الفلوس وبس. أنا بقى دم ولحم، ومشاعري تجاهك هتموتني. مش عارف المشاعر دي اتولدت جوايا ازاي من غير ما أحس، وبيتهيألي إن اللي اتولد جوايا تجاهك اتولد جواكي تجاهي انت كمان. سمر، بس ده غلط، ما ينفعش طول ما انت جوز أختي. بعد فترة رن الجرس على رؤى في شقتها. فتحت، لقت قدامها شخص بيقول لها ممكن حضرتك تمضي هنا وتستلمي. رؤى، استلم ايه حضرتك؟ غريبة، هو حازم باعت فلوس بالبريد ولا ايه؟ محولش ليه زي كل مرة؟ الشخص اللي واقف، لا دي مش فلوس حضرتك، ولا انا من البريد. ده حضرتك ورقة طلاقك، ممكن توقعي للاستلام. رؤى، انت بتقول ايه؟ ورقة ايه؟ طلاق ايه؟ اكيد حضرتك غلطان. الشخص، اتفضلي استلمي وشوفي كل حاجة بنفسك، غلط ولا صح. رؤى، وريني. يا نهار اسود، الحقيني يا مام، حازم طلقني. الشخص، يا استاذة اتفضلي امضي خليني امشي. والدة رؤى، انت بتقولي ايه يا بنتي؟ طلقك ازاي يعني وليه؟ رؤى، انا عارفة ابن المجانين ده عمل كده ليه، ده انا هخرب بيته. الشخص، يا استاذة امضي خليني اغور من هنا. رؤى، ادي امضتي اهي، اتفضل يا ابو وش حلو. الشخص وهو نازل السلم، انا مالي، انا وشي حلو ولا وشي وحش؟ والله عنده حق يطلقك. رؤى، اعمل ايه دلوقتي يا ماما؟ وبناته دول هعمل فيهم ايه؟ ابن عمل كده ليه؟ ده انا شايله بيته وبناته، اكيد في حاجه غلط. مش معقوله طقت في دماغه كده مره واحده انه يطلقني. انا لازم اكلمه واعرف منه عمل كده ليه. والدة رؤى، طب ما تكلمي اختك وشوفي كده، تعرف حاجه، يمكن اتلم على واحده يا بنتي هناك، وقولي لها تشوف حد غيره يمسك شغلها اللي ما يتمرش فيه ده. رؤى، طب افرض إنه كان ناوي يبعت مصاريف بناته كالمعتاد، ما لو طردته مش هيبعت حاجة ويبقى موت وخراب ديار يما. والدة رؤى، انتي في ايه؟ ولا في ايه؟ كلميها، انتي دايما همك كده على الفلوس. كلميها خلينا نشوف في ايه. عند سمر وحازم، وآخر يوم
بعد الانتهاء من المناقشة كالعادة آخر النهار في الشغل: حازم، على فكرة أنا الفترة الأخيرة الأمور بيني وبين رؤى ما كانتش على خير، وما كنتش أتكلم معاها في أي وقت إلا وتفضل تكلمني عن الفلوس واللي ببعته ومصاريف البنات واحتياجاتهم. سمر، معلش حاول أنت تظبط أمورك معاها، وكل وقت والتاني تقول لها كلام حلو. وهنا أترككم في رعاية الله، ونعرف يا ترى يا ترى حازم هيقول لسمر إنه طلق أختها رؤى ولا لسه؟